مساء الخير. لما عمل المخرج العالمي يوسف شاهين فيلم اسكندرية ليه، وكان سيرة ذاتية لفنان مسيحي مصري، محدش خد باله من مسيحية شاهين أو وقف قدامها خالص، حتى لما أخرج بعدها المصير عن حياة الفيلسوف المسلم ابن رشد، وقبلها الناصر صلاح الدين في الستينات. البطل المسيحي ما كانش بيظهر في السينما المصرية إلا بشكل مرضي تقريبا للمسيحيين. الصليب لما ظهر لأول مرة ظهر في المواقف القومية عشان يمجد شعار يحيى الهلال مع الصليب ضد الاحتلال. ده كان في سينما مخرج الروائع حسن الإمام. كمان مات الشيخ وإيده في إيد أبونا في فيلم سيد درويش. كتيرة بقى الأفلام اللي لعبت على التيمة دي ومرت تمام التمام، لكن في داخل كل واحد مننا كنا بنشعر بضرورة إن ده يكون شعار سينما وتجربة حياة نرد بيه على اللي كانوا بيثيروا الفتنة بين الحين والآخر، أو اللي ما بيقوموش ببذل الجهد الكافي لوقتها ومنعها. لكن مناقشة أحوال المسيحي باعتباره إنسان خلاص بقت واقع معاش في السينما المصرية بعد ما الرقابة اتطورت وواجبت التطور أو الحراك السياسي في المجتمع نفسه. وكمان عشان بقية المجتمع يعرفوا إن القبطي زي المسلم بالظبط، بيفكر وبيحب وبيغلط، مش كائن من عالم آخر. كانوا زمان بيقولوا لكاتب القصة أو السيناريو ابعد عن الجرعة الثلاثية، مش التطعيم، الدين والسياسة والجنس، وإلا الرقابة. لكن السينما المصرية هوليود الشرق كان ليها حيل وبتدخل جوه الثالوث ده وتقول رأيها حسب الظروف، رمز بقى، تلميحات أو صدمة أو تجسيد، مش مشكلة. كان لصورة الأقباط في السينما المصرية بدايات ربما شبه كوميدية، يعني في فيلم مثلا برسوم أفندي يبحث عن وظيفة، مسيحي بيدور على شغل أيام البطالة في العشرينات، أو فيلم حسن ومرقس وكوهين 3 شركاء من 3 أديان، أو لتجسيد مذكرات شخصية زي فيلم شفيقة القبطية، ثم وظيفة صراف في فيلم الحرام رائعة يوسف إدريس وبركات، وصراف برضو في الفيلم الجميل أم العروسة رائعة عبد الحميد جودة الصحار وعاطف سالم، الصراف اللي بينقذ صديقه المسلم من جريمة اختلاس. وعندك الراهبة لهند رستم وحسن الإمام. كان في برضو أفلام بتزعل المسيحيين شوية زي فيلم القدر، ده كان بطولة حسين صدقي، وكان في بداية الخمسينات عن فتاة قبطية متحررة تخضع لنصائح شاب مسلم متدين. لكن النقلة الكبيرة جت مع موجة الأفلام الجديدة، جت مع الإرهابي، بحب السيما، فيلم هندي، الكلام في الممنوع، حسن ومرقص، عمارة يعقوبيان، وواحد صفر. ده كمان غير مسلسلات زي بنت من شبرا وأوان الورد. الأقباط قضايا وشخصيات مالت السينما المصرية من زمان، منتجين ومخرجين وممثلين وكتاب وموضوعات. لكن ايه اللي حصل في الفترة الأخيرة دي؟ ليه الحساسية عليت؟ كأننا هنستبدل شعار يحيى الهلال مع الصليب بشعار لا دين في السينما ولا سينما في الدين، أو لا أقباط في السينما ولا سينما فيها أقباط. الأقباط في السينما موضوع هيكون لينا معاه النهاردة كلام مسؤول. أهنأتم أخاكم عيسى وإخوانكم المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح. كل عام وانتم طيب. عودتنا السينما المصرية على أن تكون مرآة عاكسة لهموم وقضايا المجتمع بكل فئاته وشرائحه، دياناته وطبقاته، فاكتسبت شهرتها العريضة، وكان تناولها للأقباط تحديدا أحد تجليات هذا النزوع المبكر للغوص في الأعماق وتقديم شهادة ناصعة عن قدرتها على الابتكار. لم يكن سؤال الدين ملحا، ولسنوات طويلة في السينما المصرية كان هناك اليهود والمسيحيون والمسلمون في هذا السيل الفضي على الشاشة طوال الوقت. وكان يوسف شاهين وليس غيره من عمالقة الإخراج هو مخرج الناصر صلاح الدين، وكان المسيحي كمال عطية هو مخرج قنديل أم هاشم ورسالة إلى الله، والأخير كتبه مسلم الصحار وأنتجه يهودي زكي مراد، وكان رمسيس نجيب منتج وإسلاماه. وكانت الشخصية القبطية في السينما دليلا على وجودها في الواقع المعاش.
استمرت السينما المصرية مخلصة كعادتها في تبادل الأدوار تمثيلا وإنتاجا وإخراجا، وربما تكون الآن في بدايات تجسيد القبطي باعتباره إنسانا في المقام الأول، ويسمح بأن يرى أزماته وأحلامه على الشاشة من دون أن يخجل من أن يراها الآخرون من المسلمين. البعض يظن أن السينما ستؤلب الفتنة وتزكيها، والبعض الآخر يرى أن السينما بما تلقيه من ضوء فإنها تحاصر الأزمة وتنهيها. ظهور أفلام من نوعية بحب السيما وعمارة يعقوبيان وحسن ومرقص وواحد صفر، هل عبرت هذه الأفلام وغيرها عن الواقع المسيحي في مصر؟ هل تعيش وتزدهر أم موضة إلى تغيير وزوال؟ والأهم، هل تثير أزمة وفتنة؟ الأقباط ما احتجوش على ظهور رجل الدين المسيحي بملابسه السوداء في تيمة يحيى الهلال مع الصليب، كمان ما احتجوش على الظهور بأدوار في أفلام تجمع المسلمين بالمسيحيين طوال تاريخ السينما في مصر. لكن الاحتجاجات بدأت في الظهور في الآونة الأخيرة مع أفلام بدأت تغوص داخل الشخصية المسيحية في زماننا الراهن دلوقتي، وهي أفلام تصدى لها كبار نجومنا ونجماتنا بكل جراءة، ومن بينهم الفنانة إلهام شاهين اللي هيكون لينا معها النهاردة كلام مسؤول. ومن كلام إلهام شاهين: كل ما فعلته هو تقديم حالة في المجتمع، ولا أسعى إلى تغيير الدين بل تغيير القانون إن أمكن. وهناك كثير من الأعمال تعرضت لقضايا مماثلة، مثل فيلم أريد حلا عندما ناقش مشكلة بيت الطاعة، وكذلك فيلم أريد خلعا قبل ظهور قانون الخلع، وكان التعنت ضد السيدات أيضا باسم الدين وغيرها من القضايا الكثيرة. فيلم واحد صفر يناقش مجرد قضية اجتماعية بحتة كغيرها من القضايا التي يناقشها الفيلم، وإن القاسم المشترك فيها جميعا هو أنها موجودة في مجتمعاتنا العربية وليس المجتمع المصري فقط. وقالت كمان إلهام شاهين: السينما المصرية لديها الجراءة على عرض مشاكل وقضايا حساسة تمس المجتمع والشرع، ولا يجوز اتهام السينما بأنها تريد أن تغير هذه الثوابت. العنف أصبح سائدا في الشارع، والظروف الاجتماعية أثرت في الناس والسيدات، حيث افتقدنا الرقة ومظهر الأنوثة التي كنا عليها سابقا، فأصبحنا رجالا في الشكل والتصرفات. وأرى أن تعيش المرأة بظل حائط سعيدة على أن تعيش تعيسة في ظل الرجل، ده طبعا عكس المثل اللي بيقول ظل راجل ولا ظل حيطة. وقالت كمان إلهام شاهين: السينما المصرية مقصرة في طرح الموضوعات التي تهتم بالمسيحيين. أشعر عندما أشاهد أي فيلم قديم أن مصر ليس فيها مسيحيون، أي زواج عن طريق مأذون، والأسماء محمود ومحمد ومصطفى وحسن وحسين ونادية وفاطمة وزينب، وكأن مصر ليس فيها أي مسيحي. الرقابة رحبت بفيلم واحد صفر، ولم نشك لحظة في أن الرقابة ستعترض على شيء ما به، لأننا كنا على يقين بأننا نقدم شيئا محترما. الشخصية المسيحية الجديدة في السينما المصرية، أي التي لا تأخذ بالقشور وتغوص في الأعماق، هذه السينما التي تريد التغيير وتحن لأن تكون جادة وواقعية، هيكون لينا عنها مع الفنانة إلهام شاهين النهاردة كلام مسؤول.